اوعى تبدا في الدروب شيبينج في 2025. لو عايز تبدا في الدروب شيبينج وبتقعد تسمع ان الناس منها بتعمل ملايين وارقام خزعبليه جدا، وهو فعلا الموضوع بيجيب، لكن في شويه حاجات كده لازم تعرفها وتتعلمها الاول وانت داخل على نوع التجاره دي. عشان معظم المحتوى اللي انت بتشوفه على اليوتيوب او تيك توك او انستجرام كلهم بيتكلموا ان الدروب شيبينج حاجه بتحسن دخلك وحاجه بتفرق معاك في حياتك وحاجه جميله جدا، لكن ما بيتكلموش بقى على الجانب المظلم في الدروب شيبينج وايه العقبات اللي انت هتقابلها والصعوبات اللي عشان تعرف توصل ان انت تنجح فيها وتعمل فلوس. والفيديو ده بقى انا عامله عشان اتكلم فيه على كل الجانب المظلم في الدروب شيبينج وايه العقبات والصعوبات اللي هتقابلك عشان تعمل التجاره دي، وهنتكلم برضو عن التكلفه المبدئيه اللي انت محتاجها وكل خطوه من خطوات الدروب شيبينج دي هتكلفك كام بالظبط. اهلا بيكم، انا محمود المكاوي وده فيديو جديد لينا على القناه هنا. واول حاجه عايزين نتكلم فيها هو ايه اصلا الدروب شيبينج ده. هي نوع من انواع التجاره انك بكل بساطه بتجيب منتج من عند مورد وبعد كده تسوق للمنتج ده، بس طبعا بتجيب المنتج ده وتعمل له براندنج وتعمل له صور وفيديوهات وحاجات كده يعني عشان تعرف تحطهم على السوشيال ميديا وتشد الناس. وبعد ما بتعمل براندنج للمنتج ده بقى ساعتها بتستهدف الدوله اللي انت عايز تعمل فيها وتبيع فيها المنتج ده. وطبعا انت ما بتشتريش المنتج ولا بتخزن منه كميه ولا حاجه من الحاجات دي خالص. انت لما بيجي لك عميل عايز يشتري المنتج فساعتها بتروح تعمل اوردر عند المورد والمورد هو اللي بيشحنه للعميل، لكن العميل بيشتري منك انت مش من المورد، لكن انت بقى اللي بتعمل الاوردر من المورد. وده بقى السؤال الاولاني، هو الدروب شيبينج حلال ولا حرام؟ والله هو احنا بشكل سطحي كده زي ما اتكلمنا عليه من شويه فهو بنسبه كبيره جدا حرام، عشان انت بتسوق لحاجه وبتبيعها انت اصلا ما بتمتلكهاش، وكون انك بتبيع حاجه ما بتمتلكهاش فده حرام 100%. لكن بقى اللي احنا بنعمله في الدروب شيبينج ان احنا بنتعامل مع موردين هم اللي بيسمحوا لنا اصلا ان احنا نسوق للمنتجات بتاعتهم، وبتتفق معاه وبتقول له ان انا هعمل دروب شيبينج للمنتج بتاعك. مش بس كده، ده المورد كمان بيساعدك وبيعمل لك ابلكيشن يربط الستور بتاعك بيه على طول، عشان لو جالك اوردر الاوردر يسمع عند المورد على طول. وطالما اللي بيصنع المنتج اصلا ما عندوش مشكله ان انت تسوق للمنتج بتاعه فكده الحرمانيه بتسقط في الحاله دي، عشان انت اصلا لما بتيجي تسوق للمنتج انت يعتبر بتستاذنه الاول وبتعرفه وبتبلغه وهو موافق وما عندوش مشكله. زي برضو فكره مواقع التسويق بالعموله ان انت بتسوق للمنتجات بتاعتها، ده برضو هم اصلا اللي سامحين لك ان انت تسوق للمنتج بتاعهم وبيدوك رابط خاص بيك وهم اللي سامحين بالموضوع ده. لكن لو سوقت المنتج ما انتش متفق مع صاحبه وما انتش هتقول له ان انا هعمل لك دروب شيبنج للمنتج ده وكده، هنا بقى اللي بتوع الحرمانيه. وطبعا الله اعلم في الموضوع ده، لكن ده رايي الازهر في الموضوع ده. نرجع تاني للموضوع بتاعنا. احنا دلوقتي قلنا ان احنا هناخد المنتج من عند المورد ونعمل له براندنج، بعد كده نعمل المنتج ده على السوشيال ميديا ننزله بقى في صور وفيديوهات وحاجات احنا اللي عاملينها مش واخدينها من حد. طبعا الموضوع يبان ان هو سهل شويه من الخطوات البسيطه اللي انا قلتها كده، لكن عايز اقول لك ان الموضوع بياخد خطوات يعني تقدر تقول كانها دمها تقيل شويه، وخطوات بتاخد وقت ومكلفه وبتبقى حاجات صعبه شويه كده يعني. وانا بقى دلوقتي جاي اتكلم معاك ايه اللي هنعمله في كل خطوه فيهم، وكل خطوه فيهم هتكلفنا حوالي كام بالظبط، او حتى مش بالظبط بس هنقول لك التكلفه التقريبيه يعني للموضوع. وطبعا قبل ما نبدا نتكلم عن الخطوات دي واحده واحده يا ريت ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتعمل فولو الاكونتس بتاعتنا على تيك توك وانستجرام، ودول حسابين جديد لسه عاملينهم وما فيهمش فولورز كتير وما فيهمش متابعين كتير وكده، فيا ريت يعني تعمل لنا فولو ليهم. ولو في اي حاجه او اي استفسار واقفه معاك يا ريت تبعت لنا مسج على حساب انستجرام بتاعنا. واول خطوه معانا بقى لازم تعملها عشان تشتغل في الدروب شيبنج بشكل صح هي اختيار المنتج. وهو لازم انك تختار منتج رابح عشان تعرف تسوق له وتعرف تجيب المبيعات بتاعته. وعشان تعرف بقى موضوع المنتج الرابح ده وهو ليه رابح اصلا والناس بتبيع فيه بكام وتباع منه كام قطعه لحد دلوقتي وكده، فلازم تستخدم شويه ادوات كده هي اللي هتساعدك انك تعرف المعلومات دي. ودي طبعا طريقه بتبقى احسن من انك تشوف منتج فايرال على التيك توك فتحاول تجيب زيه وخلاص، عشان في منتجات بتكون اصلا اتهرست والسوق مش مستحمل انك تعمل عنها فيديو جديد او تعمل عنها براندنج جديد. لكن الادوات اللي هنتكلم عليها دي هي بتساعدك انها تجيب منتج عليه طلب وفي نفس الوقت مش ناس كتير اللي بتعلن عنه. والاداه اللي بنتكلم عنها دي بقى هي بتعرفك المنتج ده اتباع منه كام قطعه لحد دلوقتي، وبتعرفك المنافسين بتوعك في المنتج ده باعوا بكام لحد دلوقتي، والاعلانات اللي عاملينها عشان يسوقوا للمنتج ده شكلها عامله ازاي، وهل المنافسين بتوعك اصلا بيبيعوا كتير ولا لا من المنتج ده. والاداه بقى اللي هتساعدك في كل الحاجات دي وهتجيب لك كل المعلومات دي هي اداه سيلز ترند. طبعا هو في ادوات كتيره جدا بس دي من اشهر الادوات، والاداه دي تكلفتها حوالي $40 في الشهر. وركز معايا بقى كده وعد عشان دي دلوقتي اول فلوس دفعناها اللي هي ال $40. وطبعا احنا في الفيديو ده احنا هنتكلم على الموضوع من الوش كده، يعني مش هنتكلم في التفاصيل في كل موقع او كل اداه هنستخدمها، هي خطوات كتيره جدا، احنا هنتكلم بس ايه كصوره عامه من على الوش كده
عشان لو انت داخل المشروع ده تبقى عارف انت داخل على ايه. وتاني خطوه معانا بقى هي المتجر اللي هتبيع عليه المنتج ده، وطبعا دي من اهم الخطوات عشان المتجر ده هي الحاجه الواجهه زي المحل كده اللي بيخش العميل، فلازم يكون شكله حلو والديزاين بتاعه يكون حلو وكده عشان العميل ما يقلقش او يقول الموقع ده مش حلو ويقرر يشتري لو المنتج عجبه. ولازم يكون الستور سهل جدا في التعامل، ما يكونش صعب عشان لو عميل مثلا راجل كبير في السن او عيل صغير او كده يكون التعامل عليه سهل. وهنا بقى انت بتحتاج ديزاينر، ودول موجودين كتيره جدا طبعا على مواقع العمل الحر، او ناس ممكن تجيبهم من على اي حته من على الفيسبوك مثلا، في ناس على الانستجرام، في ناس كتير قوي يعني اللي هم بيعملوا ديزاين للمتاجر دي. وديزاين المتجر عشان يتعمل بشكل حلو وبشكل بروفيشنال فبيكلفك حوالي $200. طبعا ده عشان يعمل لك لوجو خاص بيك ويستخدم لك سيم مدفوع يكون سيم شكله حلو كده للمتجر وكده يعني، وده بنسبه كبيره جدا بالشكل ده هيعمل لك ستور بروفيشنال جدا. فعد معايا كده ادي دلوقتي تاني فلوس ندفعها وهي $200. تالت ازمه بقى هتواجهك بعد دلوقتي ما اخترت المنتج وعملت الستور هي بوابات الدفع، ودي المشكله اللي كل الناس بتكرهها جدا في الدروب شيبنج. ودي كده هقولها لك بكل بساطه، ان انت دلوقتي لو عميل مثلا انت بتعمل الستور بتاعك ده في امريكا او في اوروبا مثلا، فالعميل لما يجي يدفع ويعمل تشيك اوت لازم تكون بوابات الدفع اجنبيه. طب هل مفيش بوابات دفع مصريه؟ لا، في طبعا بوابات دفع مصريه، وفي كمان بوابات دفع عربيه كمان موجوده في الخليج. لكن الفكره ان بوابات الدفع المصريه والعربيه دي لو في عميل من بره جه يشتري المنتج وهيشتريه طبعا هتلاقيه على الموقع بالدولار، لما يجي يخش بقى ويعمل تشيك اوت للمنتج ده ويجي يدفع هيلاقي العمله اللي موجوده بعمله البلد اللي معمول فيها البتاعه دي. يعني لو انت عامل على شوبيفاي بوابات دفع مصريه والعميل راح اشترى المنتج مثلا $20 وبعد كده يجي يعمل تشيك اوت، فهيلاقي ان اللي مش المكتوب $20، لا ده هيلاقي المكتوب 1000 جنيه عشان بوابات الدفع مصريه، فطبيعي لما يجي يدفع في الاخر هيلاقي الفلوس مصري. فطبعا دي حاجه هتقلقه جدا لما يلاقي العمله موجوده غريبه وبدل 20 بقت 1000، فدي حاجه هتخليه ما يشتريش المنتج اصلا. وانت طبعا بتحاول تعمل كل السهوله بالذات في حته منطقه الدفع على الويب سايت بتاعك دي. فحط نفسك مكانه كده كواحد عايش في امريكا او في اوروبا وتلاقي العمله اللي بتدفع فيها بالجنيه او بالريال وكده، هتبقى حاجه غريبه جدا ومش هتخليه يشتري. وهنا بقى عشان تعمل بوابات دفع فانت عندك حل، يا اما شوبيفاي بيمنتس يا اما سترايب، ودول هيبقوا مناسبين جدا لو انت عايز تبيع في امريكا او في اوروبا. وطبعا عارف ان في حد هيقول لي دلوقتي طب ما في حل سهل جدا ان انت تعمل وسيله الدفع باي بال، وهو فعلا معاه حق، وانك تعمل وسيله الدفع باي بال دي حاجه هتسهل عليك جدا. لكن الفكره اللي هيجي يدفع ساعتها من على الموقع انت كده بتجبره ان هو لازم يروح يعمل حساب في باي بال الاول، فانت كده بتزود على العميل اللي داخل يشتري ان هو محتاج يعمل خطوه زياده عشان يشتري المنتج ويروح يسجل على الحساب ويستنى الفيريفيكيشن كود والقصه دي كلها. فطبعا دي حاجه هتخليه يكسر وهتخليه بنسبه كبيره جدا ما يشتريش اصلا. هو عايز يخش يحط بيانات الكارت بتاعه ويدفع على طول، مش عايز القصه دي كلها بقى وتدخله في حسابات ويعملها والليله دي كلها. فعشان كده لازم باي طريقه نحاول نشغل بوابات الدفع وتكون صالحه في البلد اللي بنعلن فيها واللي بنبيع فيها المنتج ده. وزي ما قلنا هو مفيش حل قدامك غير سترايب او شوبيفاي بيمنت. بما ان سترايب مش موجوده في العالم العربي بتاعنا غير في الامارات بس، وعشان تفتحها الموضوع بيبقى صعب شويه، وغير اصلا انها بوابه دفع بتكره الدروب شيبنج كره العمى، فلما بتشم الستور بتاعك دروب شيبنج بتقفل لك الحساب وبتجمد لك الرصيد وقصه طويله كده. فاحسن حل في الاخر بقى هو شوبيفاي بيمنت، ودي حاجه اصلا تبع شوبيفاي ذات نفسها، وشوبيفاي هي اللي عاملاها عشان تسهل على الناس، فدي حاجه خلاص المفروض انها مضمونه بنسبه 100%، وشوبيفاي عارفه ان انت بنسبه 100% ستور دروب شيبنج، فبالنسبه لها هي موافقه، ودي حاجه شوبيفاي عاملاها عشان تسهل على الناس. لكن شوبيفاي بيمنتس عندها شرط ان انت لازم تكون مسجل شركه اجنبيه باسمك بره، سواء شركه امريكيه او شركه انجليزيه. فدلوقتي خلاص انا هروح افتح شركه بره وبعد كده هربطها بشوبيفاي بيمنتس، وهتكلم معاك كمان دقيقتين بالظبط على بالتفاصيل عن الموضوع ده. لكن حتى بعد ما اعمل الخطوتين دول وهفترض ان انا عملتهم، فانت محتاج حاجه ثالثه ناقصاك، لازم يكون معاك حساب بنك اجنبي تعرف تربطه بشوبيفاي بيمنت، عشان لما العميل يجي يدفع الفلوس تلاقي حاجه تعرف تستقبل بيها الفلوس دي، فلازم حساب بنكي يكون بره. وهنا بقى هنيجي للمشكله اللي بعد كده، هو انا ازاي هفتح حساب بنكي بره اصلا؟ يعني انا هروح افتح حساب في بنك اجنبي وانا معيش اقامه في البلد دي ولا معايا باسبور للبلد دي ولا معايا اي حاجه خالص؟ طب هفتحه ازاي؟ وهنا بقى خد نفسك كده شويه، انا عايز اقول لك ان في شركه بتوفر لك كل الخدمات دي، وهي بتحل لك كل المشاكل اللي احنا قلناها في خلال الدقيقتين اللي فاتوا دول. فهي بتساعدك انك تاسس شركه امريكيه او انجليزيه، وبتوفر لك كمان انك ممكن تشتري حساب بنكي في بنك بره. وبناء على الحاجات دي بقى ساعتها شوبيفاي بيمنت هيوافق على الورق اللي انت قدمته ان انت عندك حساب بنكي وعندك شركه، وساعتها هيفعل لك بوابه الدفع بتاعته. والموقع بقى اللي بيوفر لك كل الخدمات دي هو في عندك موقعين،
في موقع يور كومباني فورميشنز وفي موقع فيرست فورميشن. طبعا زي ما اتكلمنا احنا الفيديو ده مش هنتكلم في التفاصيل بتاع كل خطوه منهم، احنا قلنا هنتكلم عن الموضوع بالوش كده، لكن بوابات الدفع انا قلت ايه ازود فيها شويه عشان ده اكتر سؤال بيبقى واقف مع الناس اصلا وبتبقى دايما عطلانه في حته بوابات الدفع دي. وكده خلاص انت اسست الشركه وفعلت الحساب البنكي وكمان دلوقتي عرفت تربطهم بيه شوبيفاي بيمنت، وكده انت ما عندكش مشكله في بوابات الدفع. وتكلفه القصه دي كلها بقى بتبقى حوالي من 150 ل 200 $220، ودي بتبقى عباره عن ان انت بتاسس الشركه والموقع بيعمل لك الحساب البنكي، ولو الحساب البنكي ما نفعش ودي ساعات ما بتنفعش مع ناس، فهنا بقى عندك خطوه تانية ان انت تعمل حساب على بنك وايز، ولو كمان هتشتري رقم انجليزي او امريكي عشان تدخلهم في بيانات الشركه وهم يحتاجوا موضوع الرقم ده، والمواقع طبعا اللي بيبيع الارقام دي كتيره جدا. فكده التكلفه كلها زي ما قلت لك هتبقى حوالي مثلا 180 $220 حاجه كده، فاحنا هنتكلم كمتوسط $200 مثلا. ودي كده تالت فلوس هندفعها في الرحله بتاعتنا في ستور الدروب شيبنج. وبعد ما بتدفع الفلوس للموقع ده ويعمل لك البيانات كلها، ساعتها بقى بيطلب منك حاجه زي تاكيد الهويه كده، انك تبعت لهم الباسبور بتاعك عشان يبقى مطابق للبيانات اللي انت دخلتها في الاول على الموقع، ودي خطوه سهله يعني. وطبعا كل خطوه من الخطوات اللي قلناها دي عشان نعملها شرح عملي فاحنا عايزين فيديو مثلا ساعه عشان نتكلم في الموضوع ده كله بالتفاصيل كده. ولو انت حابب ان احنا نكمل فيديوهات الدروب شيبنج دي بشرح عملي فيا ريت تسيب لنا كومنت تحت. رابع حاجه بقى في الرحله بتاعتنا ولازم تاخد بالك منها جدا وانت شغال في الدروب شيبنج هي اختيار المورد اللي هتشتغل معاه. وطبعا في حاجتين لازم تاخد بالك منهم، هي سعر المنتج ومده الشحن. يعني مثلا عندك علي اكسبريس هو اسعاره رخيصه جدا، يعني اسعاره ارخص اسعار ممكن تشوفها في حياتك، لكن الشحن طويل قوي ممكن ياخد 20 و25 و30 يوم. فطبعا دي حاجه لو حد عايز يشتري منتج مش معقول هيستنى 25 يوم عمال المنتج يجي له يعني. وفي مثلا زين دروب بياخد حوالي 10 ايام، فبرضه في ناس بتعتبر ان 10 ايام ده مده كبيره، وسعره اللي هو متوسط كده مش رخيص طبعا زي علي اكسبريس. وفي عندك بقى سي جي دروب شيبنج وده عامل كده زي علي اكسبريس بس موجود في امريكا، وطبعا ده بديهي منتجاته بتبقى اغلى شويه من علي اكسبريس بحبه حلوين يعني عشان هو بيبقى في امريكا مش في الصين، لكن الميزه اللي فيه بقى ان هو بيشحن لك المنتج في خلال يومين 3 بالكتير. فلازم تاخد بالك بقى من نقطه المورد دي عشان تعرف بقى تحدد على الستور بتاعك هو انا دلوقتي هعمل مده الشحن قد ايه وهعمل سعر المنتج قد ايه اصلا، وهل تعمله غالي وشحنه سريع ولا تعمله رخيص بس شحنه هياخد مده كبيره. ودلوقتي بقى هنتكلم على اخر نقطتين فيهم مشاكل في رحله الدروب شيبنج بتاعتنا، وهو الاعلان الترويجي اللي هنحطه على السوشيال ميديا للمنتج ده، وبعد كده هنتكلم عن الاعلانات المموله. وبالنسبه لنقطه الاعلان الترويجي على السوشيال ميديا ده فاحنا هنبقى نعمل فيديو بعد كده عن انواع الاعلانات عشان انواع الاعلانات دي كتيره جدا وفي انواع رخيصه وفي انواع غاليه. لكن دلوقتي خلينا نتكلم بشكل كده من على الوش كده يعني، ان طبعا في طرق في الاعلانات دي الناس بتستخدمها لكن ما بتجيبش نتيجه نهائي، زي مثلا انك تاخد الفيديو بتاع المورد على طول، يعني مثلا تاخد الفيديو من على موقع علي اكسبريس على طول وتحطه على السوشيال ميديا. طبعا زي ما انت بتشوف الفيديو بيبقى صورته وحشه جدا والكواليتي بتاعته وحشه وفيديو مش بيشد الناس اصلا، غير كمان ان انت ما بتبقاش مميز فيه خالص، ان في ناس كتيره جدا بيستخدموا نفس الفيديو بتاعك، وده حل وحش جدا. وفي حل تاني ان انت تشوف مثلا واحد منافس ليك في السوق بيبيع نفس المنتج اللي انت بتبيعه وتاخد الفيديو بتاعه، ودي طبعا طريقه برده مش حلوه خالص عشان فيها دي بقى مشكلتين، ان هو ممكن اصلا يقاضيك بسبب حقوق النشر ودي كفيله انك تقفل لك الحساب بتاعك ويقفل لك الستور بتاعك والقصه دي كلها. وتاني حاجه اصلا ان اعاده نشر الفيديو هم بيعرفوا ان انت واخد الفيديو ده من حد تاني، الخوارزميات بتاعه تيك توك وانستجرام وفيسبوك وكده بيعرفوا الحته دي، حتى لو خدت الفيديو وعدلت عليه على كاب كات وحطيت موسيقى وحطيت صوت وحطيت مش عارف تكست وحطيت حاجات كده، هم برضه الشغل ده ما بيخشش عليهم، فبرضه السكه دي ما بتبقاش حلوه. فاحسن حل بقى، ومش هنتكلم دلوقتي بالتفاصيل عن الاعلانات دي يعني زي ما قلنا هنتكلم عليها في فيديو تاني لوحدها، هو انك تروح لشركه هي اللي بتعمل الاعلانات دي. يعني انت بتشحن المنتج من عند المورد لعنوان الشركه دي اللي هو في امريكا مثلا، وبعد كده بتطلب منهم ان هم يعملوا لك بقى زي ما انت عايز فيديو او 2 أو 3 عن المنتج ده، وانت طبعا اللي بتتكفل بثمن الشحن. فمثلا الطريقه دي مثلا ممكن لو عايز تعمل فيديوهين 3 ممكن مثلا يكلفوك حوالي $100. خليك برضو فاكر ان انت هتشتري المنتج من المورد وتبعته على الشركه او على العنوان اللي هيعمل الفيديو ده، فدي برضو ليها فلوس لوحدها. المهم احنا حطينا $100 كده يعني كمتوسط للموضوع ده، ودي برضو دخلها في الحسبه معانا اللي هنتكلم عليها في الاخر. وفي حل تاني بقى انك تجيب المنتج عندك مصر او دولتك يعني ايا كان دولتك ايه، وانت بقى اللي تقعد تصور للفيديو كده، واي نعم الشحن هيكلفك شويه عشان تجيبه مصر يعني او كده، لكن بقى ايه دي هتساعدك شويه ان انت تصوره انت بنفسك وكده فهيقف رخيص
وممكن تعمل منه كميات كتيره، وده حل من الحلول يعني. وطبعا انت لازم تكون محدد وانت داخل في الدروب شيبنج هتلجأ بقى لاي طريقه من اللي قلنا عليها دي عشان تبقى محدد انت عارف هتعمل ايه. وبعد كده بقى وخلاص اخيرا هنخلص من كل خطوات الدروب شيبنج الممله دي، هي اخر خطوه، هي الاعلانات المموله. وطبعا الاعلانات المموله دي من الخطوات المهمه جدا، ولازم تجيب حد شاطر هو اللي يعمل لك الاعلانات دي عشان يبقى فاهم بقى في الاستهداف والحاجات دي كلها، الحاجات بتاعت الميديا بايرز والسكيلينج والحاجات دي كلها، وعشان يعرف يخليك توصل لناس كتير وما تدفعش فلوس كتير وما تخسرش ميزانيه الحمله كلها اللي انت عاملها في الفاضي. فانا رايي في الموضوع ده بالذات ما تعملهوش بنفسك لو انت مش دارس الموضوع ده، لازم تجيب حد شاطر يعمله لك. وعشان تبدا بقى في الموضوع ده فانت لازم تعمل حمله اعلانيه ما تقلش مثلا عن $500. $500 رقم متوسط جدا او رقم مش كبير قوي كمان عشان تعرف تعمل حمله اعلانيه قويه ان هو يعرف يستهدف ناس كتير. طبعا في ناس بتعمل اقل، في ناس بتعمل اكتر، بس احنا هنعمل المتوسط اللي هم $500. فانت لو جبت حد شاطر سواء حد من مصر او سواء عامل حر يعني، بس يكون ميديا باير شاطر ويعمل لك اعلانات مموله $500 دول، فهو الشاطر ده مش هياخد اقل من 25%، دي فلوسه هو يعني. 25% من $500 يعني حوالي $125. فكده التكلفه كلها بتاعت الاعلانات المموله هتبقى حوالي $625 اللي هم ال500 وال125. وطبعا انا باكد على حد شاطر دي عشان هم ليهم حاجات كده انه بيعرف يعمل تيستنج للمنتج ويعرف يخليه مش عارف يظهر فين وحاجات كده يعني ايه، هم بقى اللي شاطرين فيها يعني. وكده خلاص احنا اتكلمنا غالبا على كل الخطوات المهمه في الدروب شيبنج كلها. ما اتكلمناش عليهم طبعا بالتفاصيل عشان بالتفاصيل ده احنا عايزين وقت اكتر من كده بكتير جدا، وقت الفيديو ده بقى طويل اصلا، لكن اتكلمنا من على الوش كده عشان على الاقل وانت داخل الدروب شيبنج تعرف انت داخل على ايه، وتعرف هتدفع كام، وتعرف ايه العقبات اللي انت هتقابلها وتكون مستعد ليها يعني. وتعالى دلوقتي بقى نعمل الحسبه اللي هتكلفنا كام في الاول في موضوع الدروب شيبنج ده. فاول حاجه احنا قلناها عشان نختار المنتج احنا هندفع حوالي $40 في موقع سيلز ترند، وده زي ما قلنا الموقع ده بيوفر لك كل حاجه، المنافسين باعوا بكام، المنافسين بيعملوا اعلانات عامله ازاي، المنتج ده اتباع منه كام قطعه، كل الادوات اللي تخليك تعرف تختار المنتج ده كويس ولا لا. وبعد كده اتكلمنا ان احنا عشان نعمل ديزاين للستور بتاع شوبيفاي فده هيكلفنا حوالي $200. وبعد كده اتكلمنا عشان بوابات الدفع والحساب البنكي والشركه والرقم الاجنبي فده هيكلفنا حوالي $200 برضه. وبعد كده اتكلمنا على الاعلان الترويجي للمنتج ان احنا لو هنعمل مثلا فيديوهين 3 للمنتج ده عشان نحطهم على السوشيال ميديا فده هيكلفنا حوالي $100 مثلا. وبعد كده اتكلمنا على الاعلانات المموله انها تبقى $500 واللي هيجي يعمل لك الاعلان بنسبه كبيره جدا هياخد 25% يعني هيبقى كله حوالي $625. وكده تبقى النتيجه النهائيه للحسبه بتاعتنا دي كلها حوالي $1165. وده يعتبر احنا ما عملناش حاجات مبالغ فيها خالص، احنا كل الحاجات اللي عملناها تعتبر حاجات عاديه جدا. ممكن نقلل من التكلفه دي شويه، زي مثلا انك ممكن تقلل في الاعلانات المموله تبقى اقل من $500، او الفيديوهات الترويجيه دي مثلا تحاول تقلل منها شويه انها تبقى اقل من $100، بس هتبقى كام يعني؟ هتبقى 70 هتبقى 50 يعني، فاحنا قلنا 100 ده رقم مناسب يعني. لكن برضو في نقطه لازم تاخد بالك منها، ان اول لما العميل يشتري المنتج ويدفع فلوسه فالفلوس دي عشان تجي لك هتاخد وقت شويه، انما انت لازم بقى تشتري المنتج من المورد عشان يروح للعميل بسرعه، فساعتها انت اللي هتدفع ثمن المنتج للمورد عمال ما الفلوس بتاعه العميل تجي لك. فانت لازم يكون معاك وانت بادئ كده حوالي $150-200 كده في الاول عشان النقطه دي، ودي طبعا بيبقى كل هدفها انك ما تاخرش المنتج على العميل عمال ما فلوسك تجي لك. فكده خلاص انت بنسبه كبيره ان شاء الله هتنجح في الدروب شيبنج، وانت كده مش داخل على عماك، لا ده انت عارف انت داخل على ايه كويس، وعارف التكلفه التقريبيه للموضوع ده كله هتتكلف كام ومحتاج راس مال كام في الاول والقصه دي كلها. وكده خلاص احنا وصلنا لنهايه الفيديو، وعارف ان الفيديو كان دمه تقيل جدا، لكن انا حبيت اوضح لك كل حاجه برغم ان احنا ما دخلناش في تفاصيل كل حاجه منهم، بس انت كده خلاص دلوقتي انت فاهم كل حاجه في الدروب شيبنج وعارف ايه الخطوات بتاعتها كلها. وكل خطوه من الخطوات دي لو انت مش عارف حتى تفاصيلها من جوه، بس انت عارف كده من على الوش انت هتعمل ايه فيها وهتواجهك مشكله شكلها عامله ازاي. ويا ريت لو انتوا عجبكم الفيديو ده فيا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتس ان احنا بعد كده نعمل فيديوهات تانية بقى عن سلسله دروب شيبنج ونتكلم على شرح عملي خطوه بخطوه لكل مشكله من المشكلات اللي اتكلمنا عليها النهارده دي، ونعملها ازاي بشرح عملي. وهو بصراحه الدروب شيبنج مشروع مربح جدا، وبنشوف الناس بصراحه بقى لو انت عندك سيلز ترند دي فانت هتشوف الستورز بره بتعمل ارباح قد ايه، فبجد بيعملوا ارباح رهيبه جدا من الدروب شيبنج. هو خطواته تقيل وخطواته صعبه ونوع تجاره مش سهل خالص زي ما الناس بتبين على اليوتيوب ان هو حاجه جميله جدا وحاجه بتكسبك ملايين وانت قاعد في البيت كده ما بتعملش حاجه، لكن طبعا كل الكلام ده كدب في كدب، عشان هي لا تجاره سهله ولا تجاره ما بتاخدش وقت ولا فلوس بتخش لك وانت نايم ولا القصه الطويله دي كلها. فانت كده دلوقتي معاك الحقيقه كامله عشان ما يضحكش عليك، بس في الاخر القرار ليك انت. وكده خلاص احنا وصلنا لنهايه الفيديو، ويا ريت تكتبوا لنا كومنت تحت الفيديو الجاي عايزينه عن ايه، هل نكمل كلام في الدروب شيبنج
شيبينج، ولا نتكلم على التسويق بالعموله، ولا نتكلم على ايه بالظبط، ولا مثلا نتكلم على خطوه من الخطوات اللي اتكلمنا عليها النهارده دي نعملها ازاي، شرح عملي خطوه بخطوه نعملها ازاي يعني قدامكم. ويا ريت ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وتعملوا فولو على الاكونت انستجرام وتيك توك بتاعنا، وان شاء الله هنبدا ننزل عليهم فيديوهات صغيره كده تفيدكم سواء في التسويق في العموله او الدروب شيبينج. وان شاء الله نشوفكم فيديو جديد، فكره جديده، ونشوفكم على خير. سلام.